السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا طريقة حلوى موس البرتقال أو كريمة البرتقال، ساهلة وسريعة وخاصة للصغيرات تويك في فصل الشتاء ياسر تساعدهم على الإنفلونزا. غنية بالفيتامين سي. أول حاجة ناخذو 6 إلى 7 حبات برتقال ونقوموا بعصرهم كما قاعدين تشوفوا. الطريقة واضحة على الآخر. هوني قاعدة نصفي فيهم. هوني باش نحط تقريبا كاس عصير البرتقال على جنب على خاطرني باش نخلطها مع النشا. هوني 4 ملاعق متاع نشا نقوموا بركضهم مع بعض مع كاس عصير البرتقال كما قاعدين تشوفوا. هوني حطينا إيترا متاع عصير البرتقال نخليوها تغلي مع كاس سكر. السكر اختياري البنات، تنجموا تعملوا كيما تحبوا انتوما. هوني بدات تغلى. ناخذوا الكأس الحليب استغفر الله العظيم يا ربي، ناخذوا كاس العصير متاع البرتقال اللي حاطين عليه نشا ونبدو نصبوا بشوي بشوي على العصير متاعنا اللي قاعد يغلي لين تحصلوا على شكل كريمي كما قاعدين تشوفوا. تقريبا 5 دقائق تكون حاضرة. هوني حضرنا الأكواب متاعنا باش نصبوا فيها الكريم متاعنا. ثم اللي شكون يحب ياكلها كيكه سخونه كيما هكا، ثم شكون يحب يحطها تبرد وبعد ياكلها تحلية يعني بعد العشاء. أنا الصراحة نفضلهم الاثنين أما سخونة أحسن. شوفوا البنات محلاها وسهلة وسريعة ب3 مكونات فقط، سكر وعصير برتقال ونشاء، يعني بنة عالمية. نتمنى تجربوها البنات وتردوا لي خبر. ما تنسونيش في اشتراك وتعليق حلو كيفكم ولايك. التزيين اختياري البنات، ممكن تزينوها اختياري خاصة إذا كان جوكم ضيافة على غفلة تنجموا تقوموا بها جري، يعني ما تستحقش في 10 دقائق تبدأ حاضرة. هوني بديت نجرب في ملعقتين الحصيلة حبيت نكملهم الكليك. يلا باي البنات، في الفيديو القادم إن شاء الله.